السلام عليكم اخواتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبالصحه والعافيه يا رب العالمين. ان شاء الله الفيديو اللي يجي لكم هانيين. الفيديو تاع نهار اليوم البنات حنشارك فيه معكم وصفه الصابلي الكيله، يجي بزاف بنين، يقطع كميه كبيره وتزيين بسيط سهل، يعني تقدري ديريه في المناسبات في الافراح. دوكا جايينكم الحفلات تاع البيام وتاع الباك، ان شاء الله ربي يدوم افراحكم وربي يوفق الجميع ان شاء الله. اللي تحب تحضر هكذا حاجه سهله وحاجه بسيطه، نقول لك تابعي هذا الفيديو للاخير، راح تعجبكم الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم باذن الله، وراح نحضروا بها كميه كبيره. هنا ب 500 غرام زبده البنات، الباطه الكبيره تاع الزبده لابيل انا استعملت. هذا الكاطو البنات يجيكم مبسس ويجيكم طري الله يبارك، وما يسكمش معكم في الكوشه كي تحطيه يطيب لك. حطيت هذيك الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه لازم البنات، ومن بعد لهنا نبدا نطلع فيها بالباتور هكذا مليح مليح حتى وين تشوفوا هذيك الزبده تاعكم ولات لكم في اللون الابيض. هنا مباشره البنات راح نزيد عليها كيس سكر. ها هو كيس سكر هذا الاول كيما راكم تشوفوا البنات، تحطوه. السكر ماذا بكم تكونوا غربلتوا سكر غلاصي، تكونوا غربلتوه مليح هكذا به يعني تستفادوا هذيك الحبيبات اللي يكونوا فيه ولا كش ما يكون فيه ثاني لداخل. حطي كيس سكر سكر غلاصي كبير. قلت لكم الكميه هذه البنات راح تخرج لكم 90 حبه صابلي، يجيكم هايل، يجيكم بس ويجيكم طري، وانا درته بذوق حلوه الترك. دوك تشوفوا الكميه قديه تخرج لي هنايا. حطيت له ثاني حوالي مغرفه صغيره لافاني كيما راكم تشوفوا، لافاني بودر. تقدري ديري هذيك الاكياس ولا تقدري ديري هذه تاع العلبه كيما درت انا. زدت لها هنايا 2 حبات بيض كاملين كيما راكم تشوفوا، وزدت لها 2 صفار بيض. البيض هذاك اللي بقى لي خليته، يعني من بعد كش ما راح نحتاجه ولا نديرو فيه حوايج اخرين. المهم عندكم 2 كاملين و2 غير الصفار، تكملوا تخلطوهم هكذا مليح مليح كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات، سيرتو دوكا في الصيف لازم هذاك البيض والمكونات كامل تاع الزبده لازم تخلطيهم مليح في بعضهم به الكاطو تاعكم يجيكم مليح. وكما قلت لكم ما يتكمش لكمش وما يتعاودش، يعني الحجم تاعو ينقص لكم كي يطيب. هنا زدت لها ثاني المايزينا درت لها نشا كيس كبير، كيس يكون معمر، وكملت خلط. يعني كل حاجه اللي نحطها نخلط فيها مليح مليح كيما راكم تشوفوا. ورايحه لهنا نزيد لها كيس غير ربع حلوه الترك الشاميه. ها هي البنات كاين هذيك اليابسه وكاين اللي تلقاوها شويه طريه كيما هذه. نتوما حاولوا انكم تشريو هذيك طريه، ولا تقدروا انا شريت بالميزان كيما تقدري تشري هذيك الباطه الزرقاء ولا هذيك الباطه الحديد الصغيره، وراهي غير ب5000 ولا ب10000 برك، وتخلطيها مع هذا الكاطو تجي واحد النكهه تهبل يا البنات. والله ننصحكم بالوصفه هذه تجربوها، على بالي راح تخرج لكم كميه كبيره، وعلى بالي ثاني راح كامل تعجبكم. هنا كملت خلطهم كيما راكم تشوفوا. ها هو الخليط اللي هنا تاعنا بعد ما لميتوه مليح كيما راكم تشوفوا. شوفوا اللون تاعو بعد ما صغير ولا في اللون الابيض. هنا باه يجيكم الكاطو مليح راح نبدا نزيد في الفارينه البنات. بالنسبه للفارينه راح تديكم، انا ديت لي كيلو فارينه كيما راه، يعني درت نفس الكيلو تاع لابيل الفارينه لابيل البنات هذيك الصفراء، درت كيلو كيما راهو استخدمته. انا هنا كنت يعني فرغته وراني نصفي فيه ونخدم غير بالعقل هكذا. هنا تما ما بقيتش نكيلي لكم بالكيس طول، عطيتكم الكميه اللي درتها. قلت لكم في 500 غرام زبده راح نديروا 500 غرام فارينه بالضبط. زدت لها لهنا 2 اكياس خميره كيميائيه لازم باه يطلع لكم الصابلي ويجيكم مليح وما يجيكمش ثاني يابس. الخميره راهي لازمه في الصابلي. وكملت خلطت هذو المكونات هذو النواشف هكذا هنا مع الزبده وكلش البنات. ولا هنا راح نزيدوا لها الكاكاو البني. تحبي ديري الكاكاو البني ولا تحبي ديري الكاكاو الكحل. شوفوا البنات حاجه كاينه انه البني والكحل ما همش كيف كيف في الكاطو. الكحل هذاك اللي يكون بزاف اللون تاعو كحل راح يفسد لكم الكاطو راح يجيكم متشقق منه وما يجيكمش ثاني مليح. على هذا حاولوا انكم الكاطو تاعكم ديما كي تحبوا ديروا له الكاكاو ديروا الكاكاو البني، يخرج لكم الشكل مليح وما يخرج لكمش الكاطو كحل بزاف. هنا اني نلم فيها غير بيدي هكذا به، يعني العجينه تزربت تلم اليوم مانيش نعجن فيها يا البنات، راني غير نلم فيها بصباعي كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه حتى تتحصلوا على العجينه هذه وعلى القوام هذا. شوفوا كيفاه يجيكم.
تجيكم عجينه طريه. والحلوى ستور قلت لكم لازم ديروها رقيقه وترحيوها، ولا اذا كانت يابسه ترحيوها وتخلطوها به من بعد ما تجيكمش حبيبات. انا غطيت العجينه تاعي ومن بعد خليتها ترتاح مده 4 ساعة قبل ما نبدا نطرح فيها. هنا بعد ما فزت هذيك 4 ساعة البنات راني بديت نطرح فيها على كيس بلاستيكي هكذا نحطوها به تجيكم الخدمه سهله، وعلى بلون دو طرافاي يكون مسرح هكذا به ما تتعبكمش. ومن بعد بديت نطرح فيها هكذا. السمك ما ديروهش رقيق بزاف، يكون مليح برك به تجيكم العجينه مليحه وتجيكم الحبه مقدره، ما تجيكمش رقيقه بزاف. وكما قلت لكم حبيباتي يعني بما انه يعني ولادكم دوك مع الباك البيام الحفلات وكلش، وخاصه ثاني الاعراس طهارات راح تحتاجوا هذو الوصفات بزاف تاع لي صابلي، وسيرتو لي يقطعوا لكم كميه كبيره في الافراح. يعني قد ما راح تحاولي انك تحوسي غير على الوصفات اللي يقطعوا لك الكميه الكبيره باش تهني على ضربه. هنا نقطع فيهم بهذو زوج طوابع، كاين طابع هذا تاع الدمعه ودرت الطابع الثاني هذاك تاع الورده اللي راكم تشوفوا فيه ثاني. هنا بديت بهذا تاع الدمعه قطعت منه كميه حطيتها في البلاطو البنات، ومن بعد زيد كملت الكميه الثانيه تاع الشكل الثاني هو تاع الورده. نتستفوهم كامل في البلاطو، والفور يكون مسخن مسبقا لازم به. من بعد كي تحطي الكاطو تاعك تنقصي له الفور وتخليه يطيب على غرضه غير على نار قليله به ما يتحرق لكش. وكيما على بالكم باللي الصابلي يعني ما يحتاجش النار بزاف، يعني كون تشعلوا له النار بزاف ثم راح يتحرق لكم وما يجيكمش مليح. على هذا حاولوا انكم تنقصوا له ديما النار وتخليوه يطيب غير على درجه قليله. حطوها ل 180 درجه، ما يديلكمش حتى 6 دقائق طياب. وانا يعني ما يديليش 6 دقائق طياب باسكو الفور تاعي يعني البنات ثم راهو يطيب. شوفوا هنا الحجم تاع الحبه كيفاه جا وكيفاه جا طايبه من داخل، الله يبارك جو كامل بهذا اللون. انا الكاطو البنات نطيبو غير من تحت ما نطيبوش من فوق. ولهنا جبت صوفيا كراميل راح نخلط معاها حلوة الترك هذيك الشامية اللي قعدت لي البنات به يجي الذوق تاعها بنين. وراح لهنا نلصق بها هذاك الكاطو، تقدري تلصقيه بالكونفيتور ولا تقدري تلصقيه بصوفيا كراميل بالنيسلي كيما حبيتي. انا حبيت ندير هذه الخلطة في بعضها ونلصقهم هنا يجيوكم مليح الشكل تاعهم. هاي البنات كيف كملت الشكل الاول ومن بعد زيدت الشكل الثاني لصقتهم كامل بنفس الطريقه تاع الورده ولا تاع الدمعه. هنا غير لصقوا لي، شوفوا سيرتو دوك في الصيف البنات يعني ننصحكم تلصقوا بالكونفيتور ولا تلصقوه بالطوفيه كراميل به من بعد ما تسيح لكمش وما تتعبكمش في خدمتها. هنا شوفوا الشكل كيفاه جا. وبالنسبه للتزيين تاع هذه الدمعه درت نص كاوكاو يكون مرحي، انا كنت حمصته غير تحميصه خفيفه فقط ورحيته رقيق، ومن بعد النص الاخر درت له شيكولا. بالنسبه للديكور هذا تزينيه كيما حبيتي نتيا وكيما جات في خاطرك. انا زينته بالطريقه هذه عجبتني الشكل تاعها. كيما قلت لكم حاجه سهله بسيطه وما تكلفكمش بزاف. ثاني شيكولا على بالي في الصيف راح تساعبكم في خدمتها وهي تذوب وكلش، تما حاولت اني ندير لكم الطريقه هذه اللي راح تساعدكم شويه. يعني ديروا نص بنص وقاطو يجيكم هايل في الشكل تاعو. ها هو كيفاه يجي. وبالنسبه ثاني للكاطو تاع الورده درتو كامل الحبه يعني كامل غطيتها بالشيكولا، يعني ما درتهاش هذه الدمعه برك اللي درتو نص بنص. شوفوا هنا فرشت له ورق ولا فرشت له هذاك البلاستيك البنات هكذا به ما يتعبنيش في الخدمه. حطيته في الكونجيلاتور غير نشف شوي برك عاودت جبدته. وهذا هو الشكل النهائي تاعنا تاع الكاطو كيفاه جا. هذا الشكل تاع الورده والاخر شكل الدمعه البنات اللي درتو نص بنص. نتمنى الوصفه تاع النهار اليوم تعجبكم، ما تنسونيش من الدعم والى اللقاء حبيباتي.